اهلا بيكم في ريفيوزات. كنا عملنا قبل كده عرض لاهم مميزات وعيوب تليفون اوبو N3 اللي بيجي بكاميرا بتلف 206 درجه، ولان الكاميرا دي فيها مميزات وتكنولوجيا جديده على السوق المصري حبينا نعمل لكم الفيديو ده اللي بيوضح اهم مميزات كاميرا تليفون اوبو N3. خليكم معانا. كاميرا تليفون اوبو N3 هي كاميرا واحده 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، وكمان فيها دول فلاش. الكاميرا دي بتشتغل ككاميرا خلفيه وككاميرا اماميه، والتنقل ما بينهم سهل جدا. زي ما احنا شايفين دلوقتي الكاميرا الخلفيه هي اللي مفتوحه، ممكن نروح للكاميرا الاماميه عن طريق ان احنا نعمل كده على التليفون ونرجع تاني للكاميرا الخلفيه. ممكن نتنقل بين الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه عن طريق الاوكليك، عن طريق ان احنا نضغط على الزرار اللي على الشمال مره واحده هيجيب لنا الكاميرا الاماميه، ونضغط على الزرار اللي على اليمين مره ثانيه عشان يجيب لنا الكاميرا الخلفيه. ثالث طريقه ممكن نتنقل بيها بين الكاميرتين هي السنسور اللي احنا شايفينه في الظهر ده، عن طريق ان احنا بنقف عليه بايدينا وبنطلع لفوق، فزي ما احنا شايفين الكاميرا بتطلع لفوق، او ننزل لتحت فالكاميرا بتنزل لتحت. زائد ان احنا عن طريق السنسور ده ممكن نصور لو ضغطنا عليه زي ما احنا شايفين الصوره هنا اتلقطت، وده هيكون كويس في الصور السيلفي. بس لو جينا نبص هنلاقي الاوبشنز مختلفه بين الكاميرا الخلفيه وبين الكاميرا الاماميه. ودلوقتي هنكلمكم عن اهم 6 خصائص في كاميرا تليفون اوبو N3. اول خاصيه مبتكره موجوده في تليفون اوبو N3 هي الاوتو بانوراما، وهنا الشركه استغلت ان الكاميرا بتلف 206 درجه، فانت هتفضل مثبت ايدك ومش هتحركها، والكاميرا هي اللي هتلف 206 درجه لحد ما تاخد الصوره البانوراما. وطبعا دي هتكون صوره بانوراما عريضه جدا مش معتادين عليها في التليفونات، زائد ان انت مش هتحتاج تلف ايدك. بس هنا لازم تاخد بالك ان انت لو حركت ايدك اي حركه هيرجع من الاول تاني ومش هياخد الصوره. زي ما احنا شايفين الصورة عريضة جدا لدرجة ان هي جابتني من تاني اصلا. ممكن نشوف الصورة مع بعض من هنا. تاني خاصية من الخواص الموجودة في التليفون هي خاصية الالترا HD، ودي بتخليك تاخد صورة بريزولوشن عالي جدا، ممكن يوصل لحد 64 ميجا بكسل او 32 ميجا بكسل. خلينا نختار 64 ميجا بكسل. دي بتتيح لك بعد كده ان انت لو عايز تطبع الصورة دي وتحطها في بوستر كبير جدا مش هتكون الصورة مبكسلة خالص. زي ما احنا شايفين هنا بندوس على الترا HD، بياخد وقت لانه بيصور نفس الصوره كذا مره، فبالتالي بيطلع لك في الاخر بجوده عاليه جدا. زي ما قلنا بتوصل ل 64 ميجا بكسل. زي ما احنا شايفين لو عملنا زوم ان الصوره مش بتبكسل خالص. ثالث خاصيه من الخواص المبتكره الموجوده في الكاميرا هي خاصيه الاكسبرت مود، ودي معموله للناس اللي بتحب التصوير بجد. هنا انت ممكن تتحكم في الفوكس بتاع الصوره، ان انت تخلي الحاجه ان فوكس او تخلي الحاجه اوت اوف فوكس زي ما احنا شايفين. تاني حاجه ان انت بتتحكم في فتحه العدسه وفي الايزو، فتخلي الصوره مظلمه على الاخر او تخلي النور ساطع على الاخر لو انت بتصور في الضلمه. اما تالت حاجه ان انت بتختار من اكتر من مود للتصوير، زي لو في شمس فانت بتختار الصاني مود، او لو في غيوم في السماء فانت بتختار المود ده، وعندك اكتر من مود ممكن تختار ما بينهم في الصوره بتاعتك. رابع خاصيه موجوده معانا هي خاصيه السوبر ماكرو، ودي معموله لو انت عايز تصور حاجه صغيره جدا، زي ان انت تصور مثلا الزرع اللي بيكون موجود في الشارع او حاجه زي كده، فبيعمل لك زوم على الصوره وبتطلع الصوره وضوحها عالي جدا. والخاصيه الخامسه اللي موجوده معانا في كاميرا تليفون اوبو N3 هي الافتر فوكس، اللي بتتيح لك ان انت تتحكم في الفوكس بعد ما صورت الصوره بتاعتك. زي ما احنا شايفين احنا هنا لقطنا الصوره، بعد ما لقطناها حابين ان احنا نتحكم في الفوكس نغيره، فممكن نخلي الفوكس هنا على الورده او نخليه على الخلفيه. زي ما احنا شايفين الفرق، هنا الفوكس على الخلفيه والورده مش باينه، اما لو عكسنا وضغطنا على الورده هنلاقي الفوكس بقى على الورده لكن الخلفيه هي اللي مش باينه. اما سادس خاصيه مبتكره موجوده في الكاميرا هي خاصيه التراكنج، ودي خاصيه مفيده جدا وبتشتغل سواء في تصوير الفيديو او في تصوير الصوره. انت لو عندك اوبجكت معين انت محتاج تصوره بتضغط على الشاشه بايديك الاثنين على الاوبجكت ده، وهو هنا محمد شعبان. لو بدا يتحرك ناحيه الشمال هنلاقي ان الكاميرا بتروح معاه، لو رجع تاني يتحرك ناحيه اليمين هنلاقي الكاميرا برده بتلف معاه علشان تجيبه. ودي هتكون مفيده جدا لو انت بتصور حاجه بتتحرك، فالحاجه دي عمرها ما هتطلع بره الكادر اللي انت بتصوره. بجانب الخصائص اللي احنا اتكلمنا عليها، في بعض الخصائص الثانيه الموجوده حلوه جدا، زي خاصيه الGIF اللي هتخليك تصور صوره متحركه
او الاوديو فوتو اللي هتخليك تصور صوره معاها رساله صوتيه لو انت عايز تبين لحد حاجه معينه، او ان انت تصور صوره رو تبقى معاك اسهل بعد كده لو عايز تعمل عليها اي تعديلات. ده كان عرض الاهم مميزات كاميرا تليفون اوبو N3. لو عايزين تشوفوا تقييمات ومقالات ثانيه تابعونا على الويب سايت بتاعنا reviewzat.com، تابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي، سلام.